انت عارف انك ممكن تصحى بكرة تلاقي نفسك فقدت نعمة وعمرك ما شكرت ربنا عليها؟ عارف ان اي نعمة في ايدك دلوقتي ممكن تكون اخر مرة بتعيشها؟ الغريب انك كنت عايش طول عمرك فاكر ان النعمة دي حقك الطبيعي، بس لو النعمة دي اختفت فجأة هتقدر تعيش من غيرها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج فضفضة. احنا كبشر بنتعود بسرعة، نتعود على الراحة، نتعود على وجود الناس حوالينا وكأننا ضامنين وجودهم دايما. بس الحقيقة دي ما فيهاش ضمانات. كل اللي حواليك دلوقتي، اللي بتشوفه، اللي بتسمعه، اللي بتلمسه، كل ده قابل للاختفاء في أي لحظة من غير ما يقولك حتى مع السلامة. أي نعمة موجودة في حياتك دلوقتي ممكن تختفي في لحظة، مش عشان غلطت ولا عشان ربنا بيعاقبك، بس لأنها ببساطة كانت آخر مرة تشوف شخص غالي عليك، آخر مرة تقعد في بيتك وانت مرتاح، آخر مرة تتكلم مع حد بتحبه. حاجات كتير ممكن تعيشها لآخر مرة من غير ما تعرف. بس لو كنت عارف إنها آخر مرة كنت هتتعامل معاها إزاي؟ إحنا تعودنا على النعم لدرجة إننا بطلنا نشوفها. كل يوم بتصحى من النوم الصبح، تفتح عينيك، تتمشى لحد التلاجة، تلاقي مية، تلاقي أكل، وبتلاقي نعم كتير قوي حواليك. ومع ذلك ممكن تتخانق مع أهلك بس لسه عندك أهل، ممكن تشتكي من شغلك بس لسه عندك شغل. لما كل ده يتحول لكان، ساعتها هتفهم قد ايه انت كنت عايش في جنة ومش حاسس. عارف اللحظة اللي بتصحى فيها من النوم تلاقي امك مش موجودة في المطبخ؟ عارف اليوم اللي بترن فيه على صاحبك وما بيردش؟ عارف احساس انك نسيت تقول كلمة حلوة في اخر مرة كنت فيها مع شخص بتحبه؟ انت مش واخد بالك ان اخر مرة بتيجي عادي جدا من غير ما تبان ان هي اخر مرة؟ عارف لما تتضايق من صوت ابوك وهو بينده عليك؟ في غيرك يتمنى النداء ده حتى لو بعصبية، حتى لو هو بيشتمه، المهم انه يكون موجود. عارف لما تتضايق من امك لو طلبت منك حاجة تخليك تروح لها مشوار بعيد؟ غيرك يتمنى امه ترجع ولو يوم واحد بس يعيشوا تحت رجلها ويجيب لها كل اللي بتتمناه لو في اخر الدنيا. عارف مراتك اللي ما بقتش عاجباك واللي جسمها باظ من بعد الولادة؟ غيرك يتمنى شريكة حياة، بيدور على بنت اصول ومش لاقي، لان مش سهل تلاقي واحدة بنت اصول زي مراتك، وانت عارف ده كويس قوي. عارف جسمها اللي مش عاجبك باظ بسبب انها جابت لك اولاد، وجابت لك حاجة كنت هتفضل تدعي ربنا انه يرزقك بيها طول عمرك لو ما كانتش موجودة. عارف اطفالك اللي مش عاجبينك دول واشقية وجايبين لك مشاكل مع الناس كلها؟ في غيرك يتمنى ضفرهم. لو بصيت لكل اللي عندك بطريقة تانية او من وجهة نظر مختلفة هتلاقي ان انت واخد حقك تالت ومتلت، وان لو ناقصك حاجة فانت واخد قصادها 10 مش موجودين عند ناس تانية. ربنا موزع الارزاق بالتساوي، اللي واخد فلوس واللي واخد صحة واللي واخد حب واللي واخد ذرية صالحة واللي واخد شريكة حياة مناسبة. كل واحد واخد حقه، بس احنا مش بنبص للي معانا، بنبص للي ناقصنا، وده اكبر غلط. ممكن نسأل نفسنا سؤال: هل في طريقة نعرف فيها ان دي المرة الاخيرة؟ ولا لازم نخسر النعمة عشان نعرف قيمتها؟ طيب لو عرفنا قيمتها من غير ما نخسرها، هل كنا هنقدر نغير حاجات كتير؟ وكنا هنغير الحاجات دي ازاي وامتى؟ هقول لك، بس خليني الاول احكي لك حكايه صغيره. واحد صاحبي كان كل يوم يرجع من شغله يلاقي امه عامله له الاكل اللي بيحبه وتقول له: يلا يا حبيبي الاكل جاهز. ما كانش بيشكرها، ولو طلبت تقعد تتكلم معاه كان بيقول لها: بعدين يا ماما مش فاضي، وينزل يقعد معانا. في يوم رجع من شغله كالعاده، لكن لا سمع صوت امه ولا شم ريحه الطبخ ولا لقى امه موجوده في البيت اصلا. ودي المره الوحيده اللي ما كانش عايز ياكل الاكل اللي بيحبه فيها، كان عايز يسمع صوت امه بتقول له: يلا يا حبيبي الاكل جاهز. بس المره اللي سمع فيها صوت امه الصبح قبل ما يروح شغله كانت المرة الأخيرة، وهو ما يعرفش. بيقول لي: في اليوم ده رغباتي اتغيرت 180 درجة، ما بقيتش عايز أكل الأكل اللي بحبه، ولا بقيت عايز أنزل أقعد مع أصحابي. أنا بس كنت عايز أسمع صوت أمي بتقول لي: يلا يا حبيبي الأكل جاهز. وكنت عايز أفضل أتكلم معاها كتير قوي في اليوم ده، كنت عايز أفضل قاعد معاها وما أتحركش. بس للأسف حس بالإحساس ده بعد فوات الأوان. أصعب إحساس في الدنيا لما تفقد حد وأنت ما كنتش مديله حقه في آخر أيام. بتحس قد ايه انت كنت مقصر معاه، وانه كان اهم بكتير قوي من حاجات انت فضلتها عليه. بس للأسف صعوبة الإحساس ده بتكمن في إنه بنحس بيه بعد فوات الأوان. الإحساس ده بيجسد الندم والحسرة بكل معانيها. علم النفس بيقول إن الإنسان بعد الفقد بيبدأ يسترجع تفاصيل صغيرة، ضحكة، كلمة، عادة بسيطة، ويقول: يا ريتني ركزت أكتر، يا ريتني ما كنتش اتعاملت مع اللحظة دي وكأنها هتتكرر كل يوم، لأن اللحظة ما بقتش موجودة. والندم مش بيرجع حاجة. النعمة لما بتروح بتسيب فراغ صعب إنه يتسد بكلام، ولو كانت النعمة دي حد بتحبه فوجعها بيفضل سنين مهما تحاول تنساه.
النعم اللي موجودة في حياتنا مع التكرار بنبطل نشوفها. يعني كل ما كانت النعمة ثابتة في حياتك كل ما إحساسك بيها بيقل. بس في ناس بتدرب نفسها إنها تشوف النعم الموجودة عندها برغم التكرار. الناس دي حياتهم مختلفة، مش لأن عندهم أكتر، ولكن لأنهم بيشوفوا النعمة بعيون تانية. المصيبة إننا فاكرين إن كل النعم حق مكتسب وإنها وجدت عشان تفضل موجودة، بس الحقيقة إنها هبة مؤقتة. كل لحظة بتقدر فيها إنك تشوف، تمشي، تسمع، كل مرة بتضحك فيها من قلبك، كل حضن من حد بتحبه، دي مش حاجات عادية، دي نعم بس احنا مش شايفينها. لازم تبقى فاهم كويس قوي إن اللي في إيدك دلوقتي أغلى من اللي نفسك توصل له، وإن السر مش في اللي ناقصك، السر في اللي موجود عندك وإنت مش شايفه. السقف اللي فوقك نعمة، والسرير اللي بتنام عليه نعمة، ووجودك وسط أهلك نعمة، والأكل اللي موجود في بيتك وهيكفيك النهاردة نعمة، ونعم كتير تاني موجودة في حياتك ناس غيرك بتتمناها، وانت كل اللي بتعمله انك بتشتكي. طب أقولك على حاجة، قدرتك أساسا انك تشتكي دي كمان نعمة، وكل نعمة من النعم دي قابلة للانسحاب، ممكن تختفي من حياتك في لحظة. انت دلوقتي وسط نعم كتير قوي ربنا أنعم عليك بيها، بس هل انت شايف النعم دي ولا مستنيها تروح عشان تبدأ تحس بيها؟ كل نعمة في حياتك ليها تاريخ انتهاء، بس المشكلة انك ما تعرفش التاريخ ده. لو كنت عارف ان ده اخر يوم هتقضيه مع ابوك كنت هتقضيه ازاي؟ لو كنت عارف ان ده اخر فطار والدتك هتعمله كنت هتقعد معاها قد ايه؟ لو كنت عارف ان ده اخر حضن من حد بتحبه كنت هتسيبه يخلص ولا كنت هتعيشه كأنه الاول والاخير؟ اللي عايز يعيش سعيد في الحياة لازم يتعامل مع النعم اللي في حياته كأنها اخر مرة، لان يوما ما هتحس بالنعمة دي للمرة الأخيرة، وساعتها مش هينفع تقول كنت متعود عليها ولا كنت أحسبها هتفضل موجودة دايما. لو صحيت بكرة ولسه في نعم حواليك يبقى ربنا بيديلك فرصة عشان تعيش وتشوف وتحس باللي حواليك وتشكره. ما تستناش لما النعمة تختفي عشان تبدأ تحس بيها، لأن أحيانا أكتر دعوة بتدعيها بعد الفقد هي الدعوة الوحيدة اللي ما كانتش بتيجي على بالك وقت الوفرة. فقبل ما تقول عايز أكتر قول الحمد لله على اللي لسه عندي، ساعتها يمكن ربنا يديلك اللي نفسك فيه، مش لأنك محتاجه بس لأنك شفت اللي عندك وشكرت ربنا عليه. وربنا قال في كتابه الكريم ولئن شكرتم لأزيدنكم. وبس كده. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشيروها عشان غيركم يستفيد، وما تنسوش اللايك والفولو. سلام.